في القناة هنا أنا مش بتكلم كتير عن السكر النوع التاني وكده، ودايما بتكلم عن السكر النوع الأول لأن ده الصعب في التعامل معاه، ولأن أنا مصاب وتعاملت مع ناس مصابة وكده من خبرتي وتعاملي مع ناس مصابة بالسكر النوع الأول. بس السكر النوع التاني مش بحب أتكلم عنه لأن هو يعني نوعا ما مش بقولك إن هو الكلام ده حقيقي، بس هو سهل في التعامل معاه. لو انت شخص قدرت تظبط اسلوب حياتك نوعا ما هتقدر تظبط مستوى السكر، وبالذات لو انت نوع تاني. ففي الفيديو بتاع النهارده اقول لك على 3 حاجات غير المتابعه الطبيه، اهم حاجه المتابعه الطبيه، بس دول 3 حاجات هيساعدوك في حياتك ان انت تشوف تحسن في مستوى السكر لو انت سكر نوع تاني. وبرضه الفيديو ده يفيدك لو انت سكر نوع اول. ففي الفيديو بتاع النهارده ان شاء الله مش هنكون بنطول، يعني هنقول 3 حاجات اغلب الناس عارفاها بس هنقولهم تاني لان الناس عارفاها بس مش بتعملها وعندهم مشاكل كتيره في السكر. ففي الأول خالص أنا اسمي خالد ناصر، مصاب بمرض السكر بقالي حوالي 5 سنين، بشاركك تجربتي مع السكر والرياضة لأن حولت شكل جسمي من الشكل ده للشكل ده. في الفيديو بتاع النهاردة أقول لك على 3 حاجات لو عملتهم لو أنت عندك سكر نوع تاني هتشوف تقدم مش طبيعي على مستوى السكر، والحاجات دي مجربة وناس كتيرة جربتها وأنت أساسا ممكن تكون عارف حاجة منها، بس لازم نعيد الموضوع ده. فيلا بلاش كلام كتير، خلينا في الأول خالص نقول أنا مش دكتور، أنا مش متخصص، أنا مجرد شخص عنده خبرة واتعاملت مع ناس عندها سكر وباحث ومدور عن الحاجات دي مش أكتر. أنا لا دكتور ولا متخصص ولا الكلام ده كله، زي ما قلت لك أنا شخص عندي خبرة والحمد لله قدرت أساعد ناس كتيرة من خبرتي وتعاملي مع ناس تانية، فالحمد لله قدرت أساعد ناس كتير إذا كان بالمحتوى المجاني أو إذا كان بالتدريب الأونلاين والاستشارات الأونلاين. وممكن تشوف رأيهم عندي على الانستجرام في الديسكريبشن. فكنت لازم أقول الموضوع ده ونبدأ على الفيديو بأول نقطة واللي هي التغذية. التغذية السليمة لازم بجد بجد لو انت عندك سكر تمشي على دايت مصمم ليك. لازم. مش بقولك انك تخش تكلمني اصمم لك انا الدايت والكلام ده كله، لا. انت ممكن تتعلم ازاي تعمل نظام غذائي لوحدك، وانا ان شاء الله اعمل فيديو عن الموضوع ده. تقسم بقى وجباتك وتقسم سعراتك بروتين كارب فات والكلام ده كله، والاكل يكون صحي. الاكل يكون صحي والكارب تحاول تختار نوع كويس. اختار نوع كارب كويس، بلاش نوع سريع الامتصاص، خليه بطيء الامتصاص. خليه زي الرز زي المكرونة زي التوست. خلي الحاجات يكون اكلك نظيف صحيا هتكون افضل. اول حاجه دي والناس كلها اساسا عارفاها، اذا كنت مصاب او غير مصاب او ايا كان انت عندك، انت عارف ان انت المفروض تاكل اكل صحي بس مش بتعمل كده. فلازم تعمل كده وصدقني هتشوف تقدم مش طبيعي على مستوى سكرك. فاول حاجه كده التغذيه، لازم تظبط تغذيتك. وخلينا كده اقول لك شويه كده ملخص سريع ازاي تعمل نظام غذائي باسرع وقت ممكن. اول حاجه هتخش على اي موقع على جوجل، اكتب ازاي احسب سعراتي مثلا، هيجيب لك موقع هيطلب منك شويه بيانات دخلها له، هيطلع لك احتياجك من السعرات والاحتياج ده تقريبي. لو انت عايز تقل في الوزن، واغلب مرضى السكر النوع التاني كده، فانت هتقلل حوالي، يعني انا شايف انت ما تقللش في الاول، وده اللي انا بعمله مع اكتر المتدربين. ما تقللش وامشي على سعرات ثباتك لفتره، تمام. وهتمسك السعرات دي تقسمها بروتين كارب فات، تمام. وبعد كده هتعمل نظام غذائي مكون من الحاجات دي كلها، تمام. وان شاء الله اعمل لك فيديو اعمق عن الموضوع ده. في ناس كتير على اليوتيوب ممكن تساعدك، زي فارج الماوي كان عامل فيديو ازاي تعمل نظام غذائي، يوسف اشرف علشان بس ما حدش يزعل، بس هو يعني الراجل ده تمام التمام فممكن تتفرج عليه. وتاني حاجه هي التمرين، لازم تتمرن، مفيش كلام. طبعا انت هتقول لي انا بشتغل 68 ساعه في اليوم وبشتغل 25 ساعه في اليوم ومفيش عندي وقت ان انا اتمرن. مفيش حاجه اسمها كده. اول حاجه يعني مفيش حاجه اسمها ما عنديش وقت، في حاجه اسمها ان انت مش حاطط التمرين من اولوياتك، بس كده. ده الفكره، انت مش حاطط التمرين من اولوياتك. فممكن تعمل ايه بكل بساطه؟ لما تاكل وجبه انزل اتمشى 5 دقايق 10 دقايق، مش هيحصل اي حاجه. لو اتمرنت كل يوم، رحت الجيم نص ساعه 3 ايام في الاسبوع رحت تتمرن نص ساعه فيهم، مش هيحصل اي حاجه. ابن العاده دي ان شاء الله لو يوم واحد بس في الاسبوع، ومع الوقت انت هتحب الموضوع وهتزود ايام منك لنفسك. فلو انت مش بتتمرن صدقني انت مضيع على نفسك، مش انضباط مستوى سكر، مش ان انت يكون حساسيه الانسولين عندك افضل، مش كل الكلام ده كله. انت مضيع على نفسك حاله ذهنيه ونفسيه انت مش هتوصل لها غير بالتمرين. الكلام ده عن تجربه. التمرين ادمان لاي حد بيتمرن، حتى لو لقيته ساب الجيم بيرجع تاني. فلازم تتمرن، وبالذات ان انت محتاج التمرين كمصاب بالسكر من النوع التاني علشان حساسية الانسولين عندك، علشان استقبال الكارب لجسمك، علشان تقدر تكون بحريتك، علشان خاطر شكل جسمك يبقى افضل. فلازم تتمرن.
مفيش كلام، لازم تتمرن 10 دقايق في اليوم مشي او بعد كل وجبة تمشي شوية، مش هيحصل اي حاجة. حياتك مش هتتدمر، لازم تتمرن. وتالت حاجة واخر حاجة في الفيديو مش هيطول، واللي هي النوم. لو انت مش بتنام كويس، صدقني كل الكلام اللي احنا قلناه ده بلح، وكل الحاجات اللي انت بتعملها بلح. يعني من الاول كده، النوم لازم تنام يوم واحد هتنام فيه قليل. المعلومة دي مش عارف 100% صح ولا لا، بس يوم واحد هتنام فيه قليل كمصاب بالسكر من النوع التاني، انت بترفع مقاومة الانسولين عندك. يوم واحد، مش بقول لك الموضوع لو بيتكرر، هو يوم واحد ممكن يأثر يوم واحد. فلازم تنام عدد ساعات كافي، من 6 ل9 ساعات بالليل، وحافظ على الساعة البيولوجية، تنام في نفس الميعاد وتصحى في نفس الميعاد. والموضوع ده اغلب مرضى السكر مهملينه، اغلبهم مهملينه، موضوع النوم، انك مش بتنام كويس. فدي حاجة بسيطة، ان انت تنام كويس، نام عدد ساعات كافية، لان الموضوع بيفرق بشكل انت لا تتوقعه. فلازم تنام عدد ساعات كافي، والأوضة تكون مظلمة، علشان فعلا تكون بتنام. إن شاء الله لو هتنام 6 ساعات بس نامهم كويسين. كده أنا خلصت. هما 3 حاجات: أول حاجة التغذية، تاني حاجة التمرين، وتالت حاجة النوم. لو مشيت على ال3 حاجات دول، صدقني على ضمانتي هتشوف تطور مش طبيعي على مستوى سكرك وعلى مستوى صحتك. فبس كده، بعد الفيديو ده لأي شخص مصاب بالسكر من النوع تاني، والحاجات اللي قلتها في الفيديو دي برضه هتساعد الناس اللي عندها سكر نوع أول، وبرضه هتساعد أي شخص عايز يحسن صحته. تمام. فبس كده. لو انت عايز تبدأ معايا في التدريب الاونلاين، وعايز نلخص عليك النظام الغذائي والنظام التدريبي، واساعدك ازاي ممكن تظبط نومك، لان انا كان عندي مشكلة انا في النوم ذات نفسي، فممكن تحجز معايا ميعاد استشارة من الديسكريبشن، سايب لك رقم الواتساب والديسكريبشن او الانستجرام. ابعت لي رسالة وابعت لك كل التفاصيل. وبس كده. اشوفك في الفيديو الجاي. اعمل لايك، اعمل اشتراك، اكتب لي الفيديو الجاي عايز يكون عن ايه. وبس كده. سلام.